راه اللي بغى يثبت ما يلعبوش عليه. واش قال إذا رأيت الرجل في السماء يطير وعلى البحر يسير فلا تغتر به حتى تعرض عمله على الكتاب والسنة. هذه اللي نقولها لكم، ننصحكم الشباب كل ننصحهم بالكلمة هذه تاع الإمام الشافعي. قال لك كي تشوف واحد في السماء يطير وفي البحر يمشي ما تقولش ها يلا ها حسب، خليه ينزل الارض وشوف اعماله كيفاش راه يدير. اذا شفت اعماله موافقه للكتاب والسنه ثم احضر. هنا كيف لعله شيطان، لعله ماري، لعله زنديق، وهكذا. هكذا كان نكلم الشباب باش يكونوا راسخين. كي تشوفوا انسان يطير في السماء لنفرض جدلا في السماء يمشي مع الطيور وينزل ويمشي في البحر بلا فلوكه برجليه يمشي، فهمنا كيف؟ لا تغتر به حتى تعرض عمله على الكتاب والسنه، حتى تحط الخدمه تاعو في الميزان. احنا الميزان تاعنا واشنو؟ الميزان تاعنا هو الكتاب